تعالوا نعمل مع بعض مكرونة بالدجاج والكاري بجد فظيعة وتحفة جدا وسهلة، مش هتاخد منك نص ساعة تحضير بالظبط. والطعم حكاية وبطريقة روعة جدا. أول حاجة هنزل معايا بمكعب زبدة كده، وبعدين نبدأ ننزل بقطع الفراخ مقطعاها حتت طولية بالمنظر ده، ونشوحها بالمنظر اللي انتوا شايفينه مع رشة ملح ورشة فلفل اسود. نبدأ بقى نخلي المية تنشف منها تماما، وكده الفراخ استوت معايا وزي الفل، نسيبها على جنب. معايا بقى حلة على النار، معايا بصلاية متقطعة، جزر، فلفل الوان متقطع بالمنظر ده. ننزل اول حاجه بمعلقتين كبار من الزبده مع شويه صغيرين من الزيت، وننزل نشوح البصل اول حاجه، وبعد كده هنزل بالجزر معايا تشويحتين، وبعد كده ننزل بالفلفل الالوان. بعد كده هبدأ أنزل بمعلقتين كبار هرميين من الدقيق. وبعد كده المكون الأساسي معايا وهو الكاري، معلقتين كبار من الكاري. نقلبهم كده يتحمصوا كده مع الخضار معانا. وبعد كده هدي 4 كوبايات من المية، 4 كوبايات كبار من المية. وبعد كده هننزل بمكعب من المرقة، وده اختياري ولكن بيدي طعم حلو جدا. وأول ما المية تغلي معايا هبدأ أنزل بقطع الفراخ اللي كنت سايباها على جنب. نغطيها اول ما الفراخ كده ياخد غلوه مع بعضيها. نبدا ننزل بكوبايتين من الحليب متدوب فيهم معلقه كبيره من القشطه، ده بديل للكريمه اللباني. وبعد كده او طبعا كريمه طهي بتبقى تحفه جدا. بعد كده سالقين المكرونه بتاعتنا 90% من السوا، ننزلها تاخد يا دوبك تشويحتين كده في الخضار، والف هنا بجد تحفه روعه. يا ريت لايك